نصيحة للعيبة الجزائر، بكرة انهزموا من نيجيريا، لا تفوزون، لا تفوز بكرة، لأن أنت لو قابلت المغاربة حتاكل 5، حتكون ضحوكة بطولة الكاف. 1 2 3، وين اللاجئين؟ الكاميرون اللي ما قدرت عليها، ما تأهلت أمام الكاميرون في المونديال، بتفوز على المغرب. لا تلعب، والله إني لكم ناصح أمين، تشق الأنفس فايز على الكونغو، بتفوز على المغرب. ديما مغرب، ديما مغرب. ألف مليون مبروك للشعب المغربي، يستاهل، ولاعيبه رجاله ومدرب مميز وجمهور عاشق لكرة القدم. لأول مرة من حوالي 21 سنة، من 2004 المنتخب المغربي يصل للدور قبل النهائي. النهارده المغرب أداء، لعب، نتيجة، روح، عزيمة، إرادة، جمهور، كل حاجة. حتى تحكيميا، لو احنا بنتكلم تحكيميا، في ضربة جزاء للزلزولي من وجهة نظر ضربة جزاء في الشوط الأول. وفي كمان ممكن تكون ضربة جزاء لصابري، الكرة الحارس ضرب دماغه كده والفار ما جابش. يعني كل حاجة لصالح المغرب. الابتسامه ديالك يا وليد، فين الضحكه ديالك هذيك؟ شنو هي الضحكه ديالك، الابتسامه ديالك؟ لا ما هذاك السوغ فين هو؟ بقاتش باغي غير نربح دابا. والله العظيم ما كان حاجه كنت خايف منها تصرا في الدنيا كيما هذه خوتي. مروك في الديمي فينال تربح تتلاقى على المره. اسوأ فريق في العالم هو المنتخب الكاميروني، ما يعرفوش يلعبوا بزاف. هذا سحول ولا ما تعرفوش تلعبوا؟ لعبتوا غايه على كوت ديفوار، ما فهمتش انا. بصح والله لا حسيت باللي باع لهم الماتش، يا والله لا تقول ايطو باع لهم الماتش. ما تبقاش تكريوش على لي زوكازيون. منتخب في الكاردو فينال ما يبقاش يكريوش على لي زوكازيون. بعد 21 سنة الشعب المغربي يحتفل ويفرح بتأهل منتخبه أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي. شوفوا كم سنة، أكثر من 20 سنة والمنتخب المغربي ما وصل إلى الدور نصف النهائي، لكن أخيرا اليوم وصل بفضل من الله، ثم الدعم الجماهيري هذا الكبير اللي حضر اليوم في الرباط، ومن ثم إبراهيم دياز وإسماعيل. ديما مغرب، مبروكين. ماتش المغرب والكاميرون، والمغرب النهارده اتحولت، وده يدينا بشرة خير وامل وتفاؤل. المغرب اللي الناس كانت بتقول مش بتقدم افضل مستوياتها، النهارده المغرب بتنفجر وبتقدم مستوى خارق وبتحرج اسود الكاميرون، وبتظهر بشكل قوي جدا. حجمت كل قوى الكاميرون، ظهرت بشكل جيد، سجلت هدف والتاني، وابراهيم دياز بيسجل هدفه الخامس في 5 لقاء على التوالي طول الكاس الامم الافريقيه، ليصبح اول مغربي بيسجل 5 اهداف في بطوله واحده ب5 لقاءات متتاليه. انا ما قلت لكم انتبهوا من المغرب راح يحطم جميع الارقام القياسيه العربيه. سجل يا تاريخ، دون يا تاريخ، ورسميا وللتاريخ المغرب في التصنيف 8 عالميا. وللتذكير افضل تصنيف عربي في التاريخ مصر 2010 التاسع. والان نقدر نقول رسميا المغرب تحطم رقم مصر التاريخي. للمعلومية المغرب في التصنيف 8 تعدت بلجيكا وألمانيا، إنجاز عظيم للمغاربة. وعلى فكرة المغرب لو ياخذ أفريقيا ممكن يوصل السادس أو السابع. كاينه حاجه حبيت نقولها، تحبوا الصح خوتي؟ اقسم بالله غير دحسوهم يا اخو، حقروهم، خباو لهم فوتبال، خباو لهم بالون، ما كاش كاميرون، ما كاش، خباو لهم فوتبال. وما كاش اللي زعما يقول لي نهضروا فوتبول، خلونا مع فايس واحد اخرين، خلونا نجوا فايس واحد اخرين. ام دومي فينال ان شاء الله غدوه، ان شاء الله حنا نربحونا ماذا بيا نلعبوا مع المغرب دومي فينال. حاجه اللي راهي في قلبي، واقسم بالله ملي بدات لا كومبيتيسيون وانا حايب نطيحوا مع المغرب دومي فينال، حبينا ولا كرهنا. قبضوا الكاميرون، دحسوهم، هاو ايطو هذاك ايطو انت غير معانا، والاخر وكولاسه وما كاش. اليوم ما كاش، خباوك كولسوك فوتبال، حقروك. خبرتكم يا المغاربة أنكم راح تفوزون على الكاميرون بكل سهولة، ولكن الاختبار الحقيقي أمام نيجيريا. نيجيريا منتخب صعب جدا، نيجيريا منتخب قوي جدا، والله العظيم قوي جدا. هو الاختبار الحقيقي أمام نيجيريا. حينها ورونا يا المغاربة ماذا ستفعلون أمام نيجيريا. المغرب مباراة بعد مباراة بتزيد، والنهارده كانت مباراة بتمثل عقدة إلى حد ما المغرب، ولأن المغرب ما عندهاش حد، يعني ما عندهاش عقدة دلوقتي. المغرب بقى منتخب عالمي وبنفخر جميعا بالموضوع ده، لكنه يعني بعض المحللين بيقول لك لا، انه المغرب مباراة بعد مباراة بتزيد، وده بيخليها من ضمن المرشحين مبدئيا للوصول للمباراة النهائية، رغم صعوبة المباراة القادمة سواء كان المنافس المنتخب الجزائري أو المنتخب النيجيري. يعني يمكن أنا بشوف ده أحسن مباراة للمغرب في البطولة إلى الآن. نعم. لأن كان الند قوي، وده الطبيعي في الدور ده. نعم. ده الطبيعي إن الريتم بيعلى والفرق رتمها بيعلى، فأنا شايف إنه
نتيجه منطقيه. وطبعا كون ان ان البطوله بتقام في المغرب بالتاكيد بتدي فرصه كبيره جدا للمنتخب المغربي يا كابتن شوبير. المغرب طبعا بتتقدم ليه؟ لان زي ما قلت لك كل مباراه بتزيد ثقه وبتلعب على ملعبها وسط جماهيرها، بالتاكيد الامور بتبقى عندهم في حماس وفي تكتيك كويس قوي. فريق منتخب المغرب بيتميز بان اللعيبه كلها عندها شغف وعندها انها تلعب في المغرب، كلهم بيلعبوا بره المغرب، كلهم محترفين بره، وبالتالي بيجي يلعبوا في وسط جماهيرهم بيبقى في شغف كبير جدا. يعني حتى ابراهيم دياز من النجم من ريال مدريد، لكن في نفس الوقت لما بيجي يلعب بص عامل النهارده زي الطفل الصغير عقده المغرب، لكن النهارده فكوها وعملوا ماتش جيد جدا. زي ما قلت من احلى الماتشات وافضل الماتشات اللي المغرب لعبها في البطوله، وبالتاكيد طبعا ده بيديهم ثقه كبيره جدا، بيديهم فرصه كبيره ان هم يوصلوا على الاقل للنهائي بعد لما كسبوا الكاميرون. هينتظروا بكره الجزائر ونيجيريا. انا ابراهيم دياز موصلني مرحله مو طبيعيه في افريقيا، يعني مسجل امام من؟ جزر القمر ومالي وتنزانيا وزامبيا واليوم امام الكاميرون. الولد يعني فورمه بطريقه مخيفه جدا، الولد مرعب، الولد دائما جاهز، على الرغم من ان تشابي الونزو لا يؤمن بابراهيم دياز بشكل كبير، ولكن ممكن هذه اكبر رساله ان اللاعب فعليا موهبه. اللاعب اليوم قاعد يلعب اصعب بطوله افريقيه وامام منتخبات صعبه. بتقول لي زامبيا، بقول لك اليوم الكاميرون في مباراه اخراج مغلوب، وايضا حاضر ذهنيا بدنيا جسديا. يعني لما تشوف المغرب تشوف ابراهيم. يواصل المنتخب المغربي تعزيز ثقة الجماهير المغربية بعد تحقيق إنجاز جديد بالفوز على منتخب الكاميرون في قمة دور ربع نهائي كأس إفريقيا، لينجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي الكان. وجاء هذا الانتصار ليؤكد قوة وشخصية الأسود في المباريات الكبرى، حيث فرضوا أسلوبهم أمام أحد أقوى منتخبات القارة، مستفيدين من الدعم الجماهيري وعامل الأرض. وبالتوازي مع هذا الإنجاز الرياضي، تواصل هذه النسخة من كأس إفريقيا تأكيد تميزها من الناحية التنظيمية والأعلى مستوى من حيث المنافسة، في ظل حضور جميع القوى الكبرى في مربع الذهب. وبهذا التأهل التاريخي يتقدم الأسود خطوة أخرى نحو الحلم القاري، بطموح كبير لمواصلة المشوار وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية. شاركونا رأيكم من خلال التعليقات.